ايه الصفقه اللي بعدها؟ عندنا محمد اسماعيل لاعب زد. كمدافع يعني انت بالنسبه للارقام اللي بسمعها، ف يعني ما عنديش مشكله قوي معاها، بالذات لان انا شايف ان انت برضو بتتكلم في انت عندك حسام عبد المجيد والونش، مين التالت؟ فاهم يعني انت هتمشي مصدق مين تاني؟ يعني فاهم قصدي؟ فانت عايز واحد على الاقل يبقى قريب شويه، فانت جبت مثلا محمد اسماعيل فماشي. فاهم قصدي؟ يعني ماشي، انا شايف ان فهو بالتالي يعتبر من الاولويات. يعني انت لو جيت تبص لها كسكواد، لا يعني تخطيط السكواد صعب برضه، ما انت مش هتلعب ب 11 بس، ما ينفعش ترد اتصاب. فلازم يبقى عندك على الاقل واحد قريب منهم، وبعدين بقى يبقى في الزناري مثلا ولا مش عارف. ما هو الزناري مكمل. فيبقى في الزناري، بس الزناري انت خلينا نكون صراحه يعني هو ما بيتقدمش، يعني هو مستواه كده من ساعه ما بدا معانا ولحد دلوقتي. لا بس هو جاب لنا ضربه الجزاء فكتر خيره. انا على فكره بحترمه جدا، هو كسكواد بلاير بصراحه، ما بيتكلمش وراجل ملتزم، ما بتسمعش منه مشاكل خالص، مش عارف ايه بصراحه، او امكانياته كده ما تطورش عنها، ما طلعش لفوق بس كده، فاهم؟ فانت بيريحك عادي يعني. طيب انت شايف انت انا عارف انت كنت ايه، هل شايف الرقم كبير ولا؟ لا رقم بالنسبه للاسعار عادي، رقم عادي، بس هو الفكره بالنسبه لنا ان احنا كنا ممكن ناجل الصفقه دي شويه. متفق يعني نشوف البلاوي اللي قدام، بعد كده ممكن في اخر الميركاتو خلصها، يعني ده كان رايي. بس انا عايز اسالك دلوقتي، احنا عندنا حاليا في الوضع الحالي صلاح مصدق موجود، وعندك الونش لازم يمشي طبعا، وعندك حسام عبد المجيد، وعندك احمد حسام ده خلاص مصاب، وعندك محمد اسماعيل. شايف الخمسه دول في واحد منهم عنده صليبي، الاربعه التانيين انت شايف ايه؟ صلاح مصدق يمشي؟ لا لازم، ده انا رايي لازم يمشي. انت مع والزناري نسيت اقوله بقى، ما هو الزناري لازم يفضل، ويبقى عندك محمد اسماعيل، ومشي طبعا مصدق. ليه؟ انت مصدق يعني، انا لما شفت محمد اسماعيل، الراجل ده عنده فكره ان هو راجل بيعرف يطلع بالكوره، مميز جدا في الحته دي، زي مصدق. يعني مصدق برضو نفس القصه، بس مصدق بحس انه اقل دفاعيا، يمكن عنده مشاكل كتير دفاعيه، وكان بتسبب في اهداف، وده حاجز مكان اجنبي، فاهم؟ فانت بالتالي انت كده كده، انا في رايي ان الونش وعبد المجيد هيلعبوا اساسي، وهيبقى عندك اسماعيل والزناري دكه. شايف انها مناسبه، حتى اذا ما كانتش احسن حاجه نفسك فيها دلوقتي، بس انت مش مشكله. يعني ممكن تاجل القصه دي دلوقتي، اللي هو انت تتكلم على ديبس السكواد والحته دي يعني.